ما إلا يغليد العيد ذي الجمعة، هل ذي الظاليون العيد كان وريد زال الجمعة نغ يويد ذي الظال الجمعة؟ فيما يثمى مسألة خلافية فيها 3 أقوال. القول الأول وهو جمهور العلماء، مالك، إمام مالك وأبو حنيفة ورواية عند أحمد والشافعي. قول جمهور العلماء إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة لا تسقط صلاة الجمعة. القول جمهور العلماء قارن أنه العيد ما إلا يغلد ذي الجمعة نغوث تغلى يرى، وإنما وين يقزل صلاة العيد ذي الواجب فلا ستظل الجمعة. المذهب السائد ذي الجزائر، بل هو المذهب السائد المغرب العربي، مذهب الإمام مالك. صلاة الجمعة ذي الواجب أتقيم ديال الأصل ينس. الإمام مالك رحمه الله سقسات المدونة كما في المدونة ما إلا يون من أهل الحضر، يعني إزدغ كذية يزول صلاة العيد، هل تغليف لا صلاة الجمعة؟ قال لا، بل وجب عليه إتيان الجمعة. قال ولم يبلغني عن أحد أنه رخص لأهل العوالي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإذ القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي، ويتساويس القول عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي. أهل العوالي صحابين تودار إلا نبعثن في المدينة، إلا نبعثن في المدينة، فويقن هو من أهل الأعذار، يعني يبعث. عثمان بن عفان رضي الله عنه اجتهد، والإمام مالك رحمه الله وثي وافق حتى الرخصية، حتى ما يرخص لأهل العوالي في كيسنا رخصة يثي وافق الإمام مالك رحمه الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه شو يخدم ويكني غيدي تسن كتودار بعدين أتظلون صلاة العيد، ودي صدي صلاة العيد وذي عاود يروح هذا يقل باش كذا عاود يقل صلاة الجمعة، يعني مزيس المشقة فيه مشقة. عثمان بن عفان رضي الله عنه اجتهد شو سنينها الناس وين يديو السنة على صلاة العيد يولى معليش ودي تقال راه الجمعة. وهي القول الثاني. القول الثالث وهو قول الحنابلة، قول الإمام أحمد، قرن أنه ما ينغيوسد يوم يزول العيد تسقط عنه صلاة الجمعة. شو الدليل؟ استدلوا بحديث رواه إياس بن أبي رملة قال شهدت معاوية بن أبي سفيان سأل زيد بن أرقم إسقساث الناس ما يلا حضرت وحيد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغليد العيد الجمعة. الناس الناس شو يخدم؟ الناس نرخصص إفكيس الرخصة إويشني يبعثن أنه ما يلا يوسد العيد ودي تقال رمى الجمعة. وين الدليل ينسى؟ ولكن العلماء ذو يتقارن أن الحديثين وري الصحارى حديث ضعيف. وإياس بن أبي رملة ويغير عن الحديثين قال عنه الإمام الذهبي وعلي بن مديني وابن حجر العسقلاني رجل مجهول. العبد وريد توسنا مرة والحديث يثمى طرق تصحيح ناس يسعى كنيس قارني مولانيس. فالأحاديث مرة يدروان على أنه النبي عليه الصلاة والسلام إرخصص في كيسنا الرخصة، وهي رخصة وليست أصلا سنة، مش من بغض السنة ما يليون يزول صلاة العيد ودي تقدر الجمعة. عند الحنابلة هو رخصة، مع أن الأحاديث مرة يستدلين زيسنت المخالفين إمام مالك، إمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي رحمه الله قال أنه الحديثية ورصحة. ويكي 3 الأقوال.
وتختار القول يدي قارن ميلا في صلاة العيد أنه نتزلر الجمعة مرة أم بالله الجماعة ونتزلر الجمعة وين القول ولا شيء. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أقام صلاة الجمعة. عثمان بن عفان إمنو يفكر رخصة يويش نقبعذن أسكون يسعى الحق لإمام مالك نيكور يسعى الحق قال الأصل أن صلاة الجمعة أتقيم ذا الواجب. تيمين المسألة فيها 3 أقوال. الإمام مالك، أبو حنيفة، رواية عند أحمد وعند الشافعي قال أنه إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ذي الواجب أنه غدا سنة ظلون صلاة الجمعة. الإمام الشافعي يفصل القول إيطن هذا شوث إنيش وين يدوس نزول صلاة العيد يعني يقرب على الجماعة يوسد يزول صلاة العيد ذا الواجب فلاس يزال الجمعة والتغليرة فلاس الجمعة. إفكان الرخصة منه يويس قول عثمان بن عفان إن كان قرويش نقبعذان ترى حتى كني ترى مرات اللي تتبعضت إلا متساوي لا يثمع شم ياك نزيش راسو كان بعضين باش كان غادي يسق الصحراء قرمول يبعد ترى إلا تساوين. وهي القول الثاني. والقول الثالث هو قول الإمام أحمد استدلوا بهذا الحديث قالوا تسقط عنه صلاة الجمعة. كلها أكنشتي مرة القاعدة هي أو في المسائل الخلافية مرة لا إنكار في مسائل الخلاف. أي مسألة فرعية ليست من مسائل الأصول مسائل فرعية مخالف نزيسمت العلماء أنه سعيطر الحق ما إلا ثويتشيس القولية أنه غتنكرت فوية نغوية ما إلا غويس القولية أنه غادي ينكر فوية. مسائل خلافية لا إنكار في مسائل خلافية. ثاني المسألة غيثما إلا ما إلا يوافق العيد أسل الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة أم لا؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. دعوة غتسم كثير غيث مثلنا تظليث العيد قال خير لهنا غيثما في 6:30 خوف قرب إن شاء الله لما يحب ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.